إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من خصائص الفرقة الناجية عنوان لخطبتنا لهذا اليوم. أخي المسلم، لم يحدد نبينا صلى الله عليه وسلم فترة زمنية لظهور الفرق والطوائف والجماعات والأحزاب التي ضلت عن منهجه وعن منهج أصحابه، ولذا أخبر عليه الصلاة والسلام بحقيقة الافتراق واستمرارها فقال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. تكلم العلماء عن هذا الحديث فقالوا: قد يكون من الفرقة الواحدة فرقاً وجماعات وأحزاب وطوائف من الواحدة فقط، وذلك بسبب اختلافها في بعض الجزئيات، مع أن الأصول العامة لهذه الفرقة واحدة، وإن اختلفت فيما بينها في بعض التفصيلات. يقول ابن حزم رحمه الله عن الفرق: لم يجر الله قط على أيديهم خيراً، ولم يفتح الله على أيديهم من بلاد الكفر قرية، ولا ارتفع للإسلام معهم راية. اسمع يا رعاك الله، لم يجر الله قط على أيديهم خيراً، ولم يفتح الله على أيديهم من بلاد الكفر قرية، ولا ارتفع للإسلام معهم راية. والله لو ما نخرج من الخطبة في هذا اليوم إلا بهذا الكلام لكفى. ويقول الأوزاعي رحمه الله: 5 احفظها يا رعاك الله، 5 كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، وجهاد في سبيل الله. تأمل في هذه ال5، ثم انظر إلى واقع المسلمين اليوم، تجد من فارق الجماعة وترى مخالفة السنة وسعي واضح في خراب المساجد. حدث ولا حرج في هجر القرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وتطبيقا وتحكيما. وها أنت ترى من رفع راية الجهاد لتحقيق أهواء ورغبات وأهداف شخصية وأخرى طائفية. أخي المسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الفرقة الناجية من النار وصفها بأنها على ما كان عليه وأصحابه. فهيا أحبتي في الله لنعرض أنفسنا على بعض خصائص تلك الفرقة الناجية حتى يتبين لنا ظهور الحق وزيف الباطل،
وبطلان الادعاء الكاذب. فمن تلك الخصائص أولا أن مصدر التلقي لديهم مبني على ما وافق الكتاب والسنة، فعقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسلوكياتهم وأخلاقهم مصدره كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك ردوه على قائله كائنا من كان. ولقد اتضح وبان في حال المعرضين عن الكتاب والسنة التخبط في دروب الضلال والانحراف، وأهل السنة والجماعة أغناهم الله بكتاب الله وسنة نبيه وهدي السلف الصالح، فاستقاموا ولم يطغوا، استجابوا لقول الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذه اللبئة التي بكى منها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثانيا الاستجابة والتسليم لنصوص الكتاب والسنة، سواء فهموا الحكمة من ذلك أم لم يفهموها، وهذا هو حال المسلم الصادق، إذا جاءه الدليل لا يتردد ولا يشك ولا يختار. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن الصادق لا يكون له مع الدليل ميل ولا تحريف ولا هوى ولا مراوغة، بل يسلم ويستجيب وينقاد. وهنا يتحقق إيمانه بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثالثا الاتباع وترك الابتداع. والاتباع لا يأتي إلا بدليل، لا يأتي إلا بعلم، وهذا العلم لا يكون إلا بدليل صحيح. قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فليست القضية أماني أو تخيلات فكرية أو كلام لا حجة عليه ولا برهان. لذا كانت تربية نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه قائمة على الدليل والحجة والبرهان الذي جعلهم يستجيبون ويسلمون ويتبعون. ولذا مدحهم الله وأثنى عليهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم طلب ممن جاء بعدهم أن يتبعوهم فقال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالاتباع بإحسان يكون في العقائد والأعمال والأقوال والمواقف التي يوافق الظاهر منها الباطن. وهنا تتبين حقيقة قد تغيب عن كثير من الناس، ألا وهي علاقة القلب بالجوارح. شرحها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولا يكون صلاح القلب إلا بما وافق الكتاب والسنة. وقد مقت الله من يدعي أو يقول أو يخالف ولا يفعل، فقال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهل تليق بالمؤمن هذه الصفة الذميمة؟ ومن خصائص الفرقة الناجية رابعا الدخول في الدين كله، فهم يمتثلون قول الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اعملوا بشرائع الإسلام وأحكامه. والأمر بالدخول في الدين كله يشعرك يا رعاك الله بأن لك حصن حصين، بأن هذا الدين لك حصن حصين من الفتن والشبهات والشهوات. قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله هذه آية عظيمة ونداء رباني وقاعدة لو بني
جميع علماء الدين، لو بنى جميع علماء الدين مذاهبهم عليها لما تفاقم أمر الخلاف في الأمة، ذلك أنها تفيد وجوب أخذ الإسلام بجملته. ولذا نجد في كثير من علمائنا هدى ونور، لو اتبعتهم الأمة في أزمنتهم لاستقاموا على الطريقة ووصلوا إلى الحقيقة. انتهى كلامه رحمه الله. فالذين ينقادون لتعاليم الدين ويؤمنون بالكتاب كله ويجعلونه الأصل والحكم والمرجع فقد دخلوا في الدين كله، بخلاف الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وبخلاف الذين يدعون الإسلام وهم في دائرة النفاق يخادعون الله والذين آمنوا بأعمالهم وأقوالهم وكتاباتهم. ولنعلم جميعا يا عباد الله أنه ليس هناك في الدين ليس هناك إلا اتجاهان، إما الدخول في السلم كافة وإما اتباع لخطوات الشيطان، إما هدى وإما ضلال، إما إسلام مبني على الكتاب والسنة وهدي السلف، وإما جاهلية وعادات وتقاليد، إما سنة وإما بدعة، إما اتباع وإما ابتداع، إما عمل لما يريده الله ويحبه ويرضاه، وإما مفاخرة ومهايطة. إما هداية وإما غواية. فينبغي لكل واحد منا أن ينتبه لنفسه ويحدد موقفه وهدفه وغايته وسيره في هذه الحياة، أهو على صراط مستقيم أم هو بين شتى السبل والضلالات؟ أهو على نور من ربه أم هو في الظلمات؟ أهو على سنة وطريقة ومنهج جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام أم هو متخبط ضائع تتحكم فيه الأهواء والشهوات والشبهات والعادات؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أيهما أهدى؟ ومن خصائص الفرقة الناجية خامسا أنه ليس لهم إمام ولا قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يؤخذ كلامه ويسمع وينفذ. وما خفي علينا من الدين فالراسخون في العلم هم الذين يبينون ويوضحون، فإن وافق الكتاب والسنة قبلناه وإن لم يوافق رددناه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظر كيف أمر الله من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحالات والحوادث، فمن رجع إليهم خرج من الجهل والتبعية، فدل على أن الله ائتمن العلماء على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم أولا وبالاتصاف بصفات الكمال، فهم أهل الذكر حقيقة أهل القرآن. أما الفرق الأخرى فكل فرقة لها اسم ولها إمام يعظمونه ويحبونه ويرفعون صورته واسمه، يأخذون كلامه ويعملون به وإن لم يوافق الكتاب والسنة، وقد يردون ما ثبت من الكتاب والسنة لأنه لم يقله الإمام. يتعصبون لمذاهبهم وكلام أئمتهم ومشايخ الضلالة فيهم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وما أكثرهم اليوم، لا كثرهم الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من خصائص الفرقة الناجية سادسا الجهاد في سبيل الله. فهم يعتقدون اعتقادا جاسما
أن الجهاد في سبيل الله ماض إلى قيام الساعة، تسير به طائفة منصورة لا يضرها خلاف المخالف ولا خذلان الخاذل. ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، ظاهرين وظاهرون. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أي على ذلك القيام. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. رواه مسلم. حشدت لك أحاديث من فم الذي لا ينطق عن الهوى حتى لا تغتر بالإعلام الفاسد. طائفة موعودة بالنصر العاجل والآجل، النصر المادي والمعنوي، بل إنه سماها منصورة، وما كان استحقاقها لهذا النصر إلا عن تميزها بخصائص معينة، فهي تسير بالجهاد بعلم صحيح مبني على دين شرعي. هذه الطائفة ملازمة للحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، مخالفة لجميع الطوائف، وما استحقت الذكر والنصر والبشارة إلا لتمسكها بالحق الذي أخذته من مصدره، بل إنها محمية من الضرر، ضرر المخالف وضرر المخذل، فاستحقت هذا كله لأنها حققت الاستقامة في العقيدة والهدي والسلوك الظاهر على المنهج النبوي الموروث عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إنها حققت الاستقامة على الجهاد باللسان والمال والنفس، فهم من خير أمة أخرجت للناس، قضيتهم مبنية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. استقامتهم الحقيقية جعلتهم يحرصون على توفير أسباب النصر، وليس همها النصر في معركة القتال فحسب، بل إنها لا تتعدى ولا تبحث عن العدوان، هدفها وغايتها كما قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والعجيب أن كل الفرق والطوائف والجماعات تدعي الجهاد وتقاتل باسم الدين وباسم الدولة الإسلامية، فهل جهادهم في سبيل الله أم في غيره؟ أهم يجاهدون ويقاتلون بعقيدة صحيحة؟ أهم يريدون بجهادهم نصرة الدين الحق أم نصرة ما يؤمنون به ويعتقدونه؟ أم قتالهم لما عليه الحزبية والطائفية؟ تأمل أخي المسلم فيما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية
يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتله جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. يا الله، انظر لحال الشام، يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه. أخرجه مسلم. العمية هي الأمر الأعمى الذي لا يستبين له وجهه. فلو كانوا على الحق وإيمانهم صافيا لمنعهم من دم المسلم المعصوم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمنا أو لا يفتك مؤمن. قال الشراح بمعنى الفتك فجأة قتل من له أمان، آمن ثم يقتل، أو هو قتل الغافل ما يدري، يسير غافل يقتل. الإيمان يمنع عن الفتك أي عن القتل، كما يمنع القيد عن التصرف. والواقع ينقل لك الفتك في المسلمين من الذين يدعون الإسلام، من تلك الفرق التي لم تكن على منهج نبينا ولا صحبه. حمل أحد الصحابة رأس نصراني إلى أبي بكر الصديق، حمل الرأس إلى أبي بكر الصديق، فأنكر عليه الصديق ذلك الفعل وبين أن هذا من فعل الكفار، ثم نهاه عن هذه الفعلة. فكيف بمن يدعي الإسلام ويرفع راية الجهاد ثم يقتل المسلم بل يجز رأسه؟ أين الإسلام عند هؤلاء؟ أين تعاليم الدين؟ رحمك الله يا شيخ الألباني إذ يقول: إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن نحو قرابة قرن من الزمان لوجدنا كثيرا منهم لم يستفيدوا ولم يفيدوا شيئا، رغم صياحهم وضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية. كم سفكوا من دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة، كم سفكوا من دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة دون أن يستفيدوا من ذلك شيئا. فلا نزال نسمع منهم العقائد والأعمال والسلوكيات المخالفة للكتاب والسنة. انتهى كلام الألباني رحمه الله. فالفرقة الناجية يا عباد الله يقومون بالجهاد خير القيام، كل بحسبه، ففقههم للجهاد هو الذي يقصد به أمن البلاد والعباد وصلاحهم وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية. هذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه. يقومون بالجهاد الذي يقصد به دفع المعتدي على الإسلام أو على بلادهم من الكفار وأعوانهم، يجاهدون بالحجة والبيان بالسلاح ضمن ضوابطه الشرعية. فكم قهروا من عدو، وكم نصروا من مظلوم، وكم ردوا من حق، وكم ردوا عدوان المعتدي وبغي الباغي ومكر الماكر وخيانة الخائن. ومهما بلغت أمة الإسلام من الذلة والانحطاط فإن روح الجهاد في قلوب أبنائها مجمد في دمائهم، يحييه ويحركه في وقته المناسب الداعي إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا رب العرش العظيم أن ترزقنا منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباعه يا رب العالمين، اللهم ارزقنا اتباعه يا رب العالمين، اللهم ارزقنا اتباعه يا رب العالمين، واتباع أصحابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد
والأمن في بلادنا. اللهم إنا نسألك رحمة تشرح بها صدورنا، وتهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتوحد بها صفنا، وتوفق بها ولاة أمرنا، وتدفع بها عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.